السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما مع حلويات العيد إن شاء الله. غادي نشارك معكم الحلوى ديال الساقية اللي عاملة ضجة في مواقع التواصل، حتى أنا بغيت نشاركها معكم بطريقتي أنا ونتمنى تعجبكم. بالنسبه لي انا خديت الكاوكاو، قليته في الزيت، فسختو قليته في الزيت وطحنته غير في الهشوار، يعني كيبقى حبيبات، يعني كيبقى شويه ما كندعقوهش بزاف، تيبقى حبيبات. كيف ما كتلاحظوا هنايا راه ما تيتدعقش بزاف. وغادي نضيفوا له معجون التمر، وغادي نضيف له الكاكاو او شوكولا غبره اللي كيكون حلو ماشي مر، ونضيفوا ليه العسل. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو دابا. صافي وغادي نعجنوه مزيان حتى كنتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون متماسك. بالنسبه للتزيين ديالو غادي ناخذ حريبلات ديال التمر وغادي ندوزوهم في جنجلان اللي كنكونوا نقيناه وحمرناه شي شويه. صافي وغادي نحطوهم في واحد اللاطه اللي غتدخل الفران حتى نساليو الكميه اللي عندنا. وكناخذ واحد الاداه اللي تيمكن لينا نديرو بها بحال واحد الساقيه في الوسط ديال هذوك الحريبلات، اي حاجه اللي غتساعدنا اننا نديرو داك الساقيه في الوسط. كنستمروا بهذه العمليه حتى كنسالي. كيف ما كتلاحظوا راه ما كنخليوهمش هكاك، نضربوا عليهم واحد شويه بصبعنا حتى كتولي يعني السطح ديالها كيكون متساوي. عاد كنحفروا فيها في الوسط. وبالنسبه كنطلع نديروها في الفران 5 دقائق تقريبا، كنخليوها بحال اللي كتشمع هي شويه 5 دقائق، ما تزيدوش عليها وتهبطوها لتحت غير واحد شويه. صافي وتخليوها تبرد. ندوبوا الشوكولاط الابيض والشوكولاط الاسود. بالنسبه للتزيين تقدروا تغيروا اللون، بحال دابا ديروا الاسود هو الاول والابيض ديروا به خطوط، او العكس، او بحال اللي درت انا هنا. انا درتو بواحد الورق ديال الكلاصي، عذبني شويه. من الاحسن انكم ديروه في واحد الساشي ديال الميكا، او الا كان عندكم دوك واحد القريعات كيدار فيهم الشوكولا وكيساعدوا انهم يمشي خط واحد مزيان. المهم الواحد على حسب كل واحد وكيفاش كتجي الخدمه سهله يديرها، ما تقيدوش. انا بهادشي اللي كندير انا، اي حاجه جاتكم سهله ديروها، تقدروا ديروها حتى بالمعلقه ماشي مشكل. حتى كنكملوا هادوك الحلوى اللي عندنا كامله، وخصنا نزربوا عليها
باش ما تيبسش لينا دغيا. غادي نديرو لها خطوط كيف ما كتلاحظوا هنايا. كنديو الموس، نبداو نديو الموس ونجيبوه. كتجي على شكل بحال داك الشكل ديال الملفاي. بالنسبه لهنا يبس ليا سميتو الشوكولا الاسود، وهنا شوفوا تبارك الله كي جا المنظر ديالهم مزيون. كيف شفتوا ما جاش التزيين ديالها زوين منين يبسات، ولكن شوفوا هذاك عطات واحد المنظر زوين. نتمنى ان الوصفه اليوم تعجبكم ان شاء الله. ملي كنخليوها حتى كتيبس مزيان، ملي كتبرد يبس هذاك الشوكولا تتشد راسها، تناخدوها ونقطعوها على حسب الرغبه. انا خديت هذا الشكل ديال الكويغطات ديال الحلوى باش غادي نوضع فيهم الحلوى ديالنا. وهذه هي الحلوى ديالنا ديال اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديالها والتزيين ديالها. نتمنى انها تعجبكم وترق لكم حتى نتوما. سهله تبارك الله وكتوجد دغيا في الحين. وربي يحفظكم ليا، وشكرا لكم بزاف.